ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هقدم معاكم وصفه شيقه جدا، فخده ضاني بالخضار. الوصفه دي عشان تظبط ليها شويه تريكات كده، علشان السوا بتاع اللحمه والسوا بتاع الخضار يطلع متجانس. الخضار يبقى مستوي وبيتقطم من غير ما يبقى مهري، واللحمه بتدوب زي ما انتم شايفين كده. اللحمه بتدوب حرفيا في البق. عايزه اقول لكم يا جماعه، بصوا هنا الخضار، البطاطس هنا بتتقطم قطم ومش مهرية. استحملت السوا مع اللحمة، وطلع الدنيا متجانسة جدا جدا. هنا في تبادل للطعم ما بين البطاطس والخضار يعني، وما بين اللحمة الضاني. عايزة اقول لكم طعم رهيب للبطاطس مع اللحمة الضاني، مختلف جدا جدا وشيق كمان قوي يعني. تقدروا تعملوا عليها عزومة وتشرف قوي. بصوا هنا، عايزه اقول لكم هنا اللحمه بتدوب والعظمه هنا انفصلت عن اللحم. ده يدل على ان استوى هنا تمام يعني. ده اكتر حاجه بتثبت لكم في اي وصفه فيها فخده او رومي او كده، ان الدنيا استوت جدا جدا، ان بينفصل العظم عن اللحم. كده تعرفوا ان الدنيا اتظبطت وان اللحمه بتدوب حرفيا. جربوها يا جماعه واعملوا عليها عزومه كمان، وبجد هتشرفكم. ندخل بقى على الطريقه. عندنا طريقة سهلة جدا وبسيطة. هنجيب هنا 2 طماطم وواحدة بصلة كبيرة، وهنتبلها بالملح والفلفل الاسود وبس، مش عايزة توابل اكتر من كده خالص. وهنا الفرن ناعم في البروستيسور. وبعد كده هنجيب الصينية، نجيب الفخدة تكون شطفة سريعة كده ومتصفية، وبنبتدي نعمل فيها شقوق بالطول. بنعمل فيها بالسكينة شقوق بالطول، ونبتدي نتبلها بالتتبيلة. عايزة ادخل التتبيلة في كل حتة في اللحمة جوه الشقوق دي، ومن قدام، وهقلبها الناحية التانية برضو واتبلها. يعني اخد راحتي جدا ووقتي في التتبيل، بحيث ان التتبيلة توصل لكل حتة في اللحمة في الفخدة. تمام كده يا جماعة. انا طبعا انا حسيت يعني ان احنا عايزين، بصوا هنا برضو بتبلها من الناحية التانية برضو، وبدخلها في كل حتة في الفخدة. ممكن هنا بزود برضو بالسكينة شقوق اكتر، علشان ادخل التتبيلة زي ما قلت لكم اكتر جوه اللحمة، عشان لما تيجي تتاكل تبقى كلها متبلة. هنا عملت برضو شقوق هنا اكتر، وتعملوها يعني متوسطة، يعني عمقها متوسط، بحيث نقدر ندخل التتبيلة فيها. بعد كده بجيب الخضار، علشان طبعا هي تركة في ان الخضار يبقى نفس سوى اللحمة، ان الخضار لازم يبقى سميك. لما اجي اقطع البطاطس اقطعها سميكة. هوريكم دلوقتي السمك بتاعها. لازم تبقى سميكة هي والجزر، علشان ما تستحمل سوى اللحمة. يعني اللحمة بتقعد في الفرن بتاع ساعتين ونص مثلا، على حسب الفرن بتاعكم. بصوا هنا البطاطس متقطعة تقطيع سميك ازاي. هو ده التقطيع بالظبط والسمك اللي انا عايزاه، علشان البطاطس تستحمل السوى جوه الفرن. طبعا انا عايزه ادخل البطاطس من اول لحظه مع اللحمه، مش عايزه استنى وادخلها في النص والكلام ده. اولا عشان ما افتحش على الفخده كل شويه، واقلل يعني ابردها وازود مده التسويه، وفي نفس الوقت علشان البطاطس تشرب من طعم اللحمه الضاني. بتبقى رهيبه يا جماعه، جدا رهيبه، طعمها فعلا مختلف. ببتدي بقى هنا اتبل البطاطس بنفس التتبيله بتاعه اللحمه الضاني، نفس التتبيله بتبل بيها. واستخدمت برضو هنا جزر، جبت جزر وقطعته برضو سميك وحطيته مع البطاطس. ممكن تستخدموا اي نوع خضار تاني، بس انا هنا البطاطس والجزر هما من اكتر يعني الخضار اللي هيستحمل السوا في الفرن من غير ما يتهري. انا عايزه المنظر في الاخر يشرف، يبقى مفيش خضار مهري ولا اي حاجه، واللحمه مستوي وبيدوب زي ما قلت لكم، تجانس كده في السوا. بعد كده بجيب ميه وبحطها هنا في اطراف الصينيه. بصوا للربع بس، ربع الصينيه فقط ميه. دي البخار بتاعها هو اللي هيسوي اللحمه وهيسوي الخضار.
بحط كده في اطراف الصينيه طبعا عشان ما انزلش التتبيله اللي انا تبلت بيها الخضار وتبلت بيها اللحمه. تمام كده. بعد كده بجيب فويل وبغطي الكلام ده كله وبدخله بقى الفرن. بدخل على درجه حراره رف اوسط على درجه حراره 200. بصوا يا جماعه يعني ممكن 200 220. وبعد كده بسيبها في الفرن من ساعتين ساعتين ونص، ممكن تاخد لغاية 3 على حسب الفرن وعلى حسب الوزن بتاع الفخدة. الفخدة دي هنا كانت 2 كيلو ونص. بتطلع بالمنظر الجميل ده يا جماعة. جربوها وبون ابيتي. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.